إذا كنت مهتم تشتري ايباد بسعر رخيص وأداء قوي فأنت بالمكان الصح، لأن بهذا الوقت لازم نبحث وندور على شيء يناسب متطلباتنا. يا أكثر الفيديوهات اللي تنطيك نتيجة وتنطيك معلومات قوية تساعدك بتحديد الشيء اللي تريده. بالسوق متوفرة عشرات الأنواع من التابلتات والآيبادات، وصار من الصعب علينا الاختيار بينهم، لأن هذا مثل ما قلنا بالبداية يعتمد على احتياجك أنت. هل أنه تريده للدراسة أو تريده للعب أو تريده استخدام لا هذا ولا هذا، يعني بين وبين. فاليوم جبت لك أرخص 5 أجهزة لوحية متوفرة بالسوق تتلبي متطلبات الدراسة والألعاب سوية، يعني all in one. فخلونا نستعرض هذول الأجهزة، بس قبل لا نبدي نسبة كبيرة من اللي يشوفون فيديوهاتي ما متابعيني، أتمنى تتابعني حتى يوصلك كل جديد يخص التقنية الحديثة سواء تليفونات أو أجهزة أو كل شيء إلكتروني. بالمركز الخامس سامسونج جالكسي تاب S6 لايت. لا تنخدع بهذا الاسم وتقول مو زين، هذا من الأجهزة القوية وبنفس الوقت سعرها مزين. بالنسبة للعرض الشاشة تجي بحجم 10.4 إنش وبريزوليوشن 1200 ب 2000. الحدة بالشاشة كلش حلوة بحيث تستمتع بمشاهدة الأفلام وغيرها. أما بالنسبة لأداء الجهاز فيجي بمعالج متوسط اللي هو كوالكوم سناب دراجون 720 جي. بالإضافة إلى الرامات هذا الجهاز يجي برام 4 جيجا، وبالنسبة لسعة التخزين فيجي من 64 إلى 128 جيجا بايت. ولأن سعره زين فننصح تاخذ 128 جيجا أحسن من 64 جيجا، لأن راح يوفر لك مساحة ألعاب وتطبيقات ثانية. دبل سماعات عالية وواضحة تدعم دولبي أتموس محيطة، بالإضافة إلى توفر القلم. وبالنسبة للبطارية فدومك معه ساعة بشحنة واحدة. سعره تقريبا يجي ب $300. لينوفو تاب M10 بلس جين 3 يجي بشاشة 10.6 إنش فول اتش دي وبريزوليوشن 1200 ب 2000 بكسل، وطبعا IPS. الشاشة حدتها كلش قوية، فهذا الشيء يخليها حلوة لعرض الأفلام والألعاب. هذا الجهاز يجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 بالإضافة إلى 4 رام و64 مساحة تخزين. والحلو بهذا الجهاز تقدر تخلي ذاكرة تخزين خارجية توصل إلى 250 جيجا بايت. بالنسبة للبطارية تجي بسعة 7700، يعني ممكن تكفيك تقريبا 7 ساعات استخدام بدون انقطاع. إذا كنت ما تريد تصرف هواية على تابلت هذا حلك الأمثل، سعره تقريبا $160 فقط. بالمركز الثالث لينوفو تاب P11 جين 2 أو جين 2. أحلى شيء بهذا التابلت تقدر تحوله إلى لابتوب صغير، بالإضافة إلى أنه هذا التابلت متعدد الاستخدامات سواء للعمل أو الدراسة، بمود إدارة الحسابات، وهذا الشيء يخليه مناسب لاستخدام الأطفال والاستخدام العائلي بصورة عامة، وخصوصا ويا الكيبورد الخاص به والقلم راح يخلي هذا الجهاز كلش حلو. بالنسبة للعرض فالشاشة تجي حجم 11.2 إنش وريزوليوشن 2K والهرتزية 120 فريم. مثل ما تعرفون هذا الشيء مناسب للألعاب، فيجي برام 6 جيجا بالإضافة إلى سعة تخزين 128 جيجا. بالنسبة للبطارية فتستمر وياك إلى حد 14 ساعة استخدام فيديو متواصل أو مشاهدة، ومثل ما قلنا هو يتحول إلى لابتوب صغير فتقدر تمنتج عليه فيديوهاتك وتنزل للسوشيال ميديا. بالمركز الثاني سامسونج جالكسي تاب 8. هذا الجهاز يجي بشاشة 10.5 إنش LCD وبريزوليوشن 1920 ب 1200 ويجي ب 60 فريم بالثانية. فهذا الشيء يخلي موضوع الألعاب لا بأس به، يعني لأن الحركة ما راح تكون سلسة مثل ال 120 فريم طبعا. بالإضافة إلى أنه هذا الجهاز يجي بمعالج يونيسو تايجر تي 618، إضافة إلى رامات فتجي ب 4 جيجا وسعة تخزين توصل إلى 128 جيجا. فإذا كنت تريد تشوف أفلام أو تتصفح للسوشيال ميديا أو تلعب ألعاب خفيفة فهذا خيارك. وهذا الجهاز تقدر تخلي به ذاكرة تخزين إضافية توصل إلى 1 تيرا بايت. بطاريته 7040 ملي أمب، تشحن شحن سريع ب 15 واط، يجي بسعر 180 تقريبا. بالمركز الأول يجي الآيباد جيل التاسع 2021. صحيح هذا مو أحدث جهاز آيباد موجود، بس هذا يبقى واحد من أفضل الأجهزة بالنسبة لهواي ناس بناء على أداء النظام والمواصفات بصورة عامة وسهولة استخدام العمليات بداخله، ومكتبة ضخمة من التطبيقات. يجي بشاشة 10.2 إنش ريتنا ديسبلاي طبعا، وهذا أفضل ميزة بالنسبة لهذول الأجهزة اللي بنحكي عليهم متوفرة طبعا بهذا الجهاز. ينطيك أداء كلش عالي، يجي بمعالج A13 بايونيك، بالإضافة إلى سعة تخزين فيوصل إلى 200 يدعم القلم ويدعم الكيبورد، ويجي بسعر $330. هذا كان كل شيء يخص افضل وارخص الاجهزه اللوحيه. برايك اكو نوعيات افضل وارخص تنطيك اداء اقوى؟ اكتب لنا وخلينا نستفاد. لا تنسى تتابعني حتى تعرف اكثر عن التكنولوجيا اللي تفيدك بحياتك اليوميه. كان وياكم محمد من قناه مونتوغرافي، اشوفكم فيديوهات جايه. في مان الله.